نداء استغاثة من قائد الرحلة لبرج المراقبة. من قائد الرحلة لبرج المراقبة. البوصلة فيها مشكلة، في حاجة مش طبيعية بتحصل، مش قادرين نتحكم في أي حركة للطيارة، وفي حاجة بتشدنا لمكان غير معلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كانت آخر رسالة تلقاها برج المراقبة الأمريكي من قائد الرحلة 19 يوم 5 ديسمبر عام 1945، وبعدها انقطع الاتصال. الرحلة 19 كانت مكونة من 5 طائرات حربية اختفوا كلهم بلا أثر أثناء تحليقهم في مهمة تدريبية فوق منطقة مثلث برمودا. ولما البحرية الأمريكية أرسلت طائرات إنقاذ للبحث عنهم، حصلت حاجة غريبة. واحدة من طائرات الإنقاذ اللي رايحة علشان تنقذ الطائرات المفقودة انفجرت في الجو. أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين، والحلقة دي من أسئلة نص الليل هنجاوب على سؤال: ليه الحاجات بتختفي في مثلث برمودا؟ وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. مثلث برمودا هو مكان في المحيط الأطلنطي عبارة عن مسطح مائي كبير بيقع بين جزر برمودا وولاية فلوريدا وجزر بورتوريكو، وبما ان المنطقة دي بتحدها 3 نقاط فأطلق عليه اسم مثلث، وبما ان واحدة من النقاط هي جزر برمودا فتسمى مثلث برمودا. ومساحة المثلث مهولة بتصل ل1,125,000 كيلومتر مربع، ولو مش مجمع الرقم ده قد ايه فهو أكبر من مساحة مصر على سبيل المثال. منطقة برمودا اشتهرت بسبب مقالات وأبحاث نشرها المؤلفين والصحف بيحكوا فيها عن خطر المكان وعن حالات الاختفاء الغريبة اللي بتحصل فيه، سواء سفن أو طائرات. القصة بتقول إن أي حاجة بتمر من المنطقة دي سواء في البحر أو حتى في الجو بتختفي تماما ومش بيتبقى ليها أي وجود على الإطلاق. وعلى سبيل المثال في يناير عام 1918 أبحرت السفينة USS سايكلوبس وكانت في طريقها للميناء، والرحلة كانت المفروض تاخد 3 أيام والسفينة توصل، لكن فضلوا في الميناء فترة كبيرة مستنيين السفينة توصل وما وصلتش. وحاليا بقالنا أكتر من 100 سنة في انتظار وصول السفينة. USS سايكلوبس اختفت تماما، والغريب ان السفينة دي ما ارسلتش اي نداء استغاثة، اختفت ببساطة وبدون اي اثر. والرئيس الامريكي وقتها طلع وقال: الله والمحيط وحدهما يعلمان اين اختفت السفينة. ومن بعدها بدأ مثلث برمودا يلتهم عدد ضخم من السفن والطائرات وكمان الغواصات، وابتدت سلسلة جديدة من الاختفاءات الغامضة، وبدأت المقالات والصحف يتكلموا عن حوادث الاختفاء دي، بس بصراحة زودوا العيار شوية وولعوا الدنيا. وكان على رأسهم وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press ومجلة اسمها فيت، واللي كانت متخصصة في النوع ده من الحوادث والظواهر الغريبة. وجه واحد اسمه ريتشارد واينر عمل كتاب بعنوان مثلث الشيطان، وجه واحد من بعده اسمه فينسنت جاديس عمل كتاب برضه عن برمودا، ومن بعديهم تشارلز بيرلتس عمل هو كمان كتاب، وبقت ليلة كبيرة قوي سعادتك. والإعلام والناس بدأوا إنهم ينسبوا الحوادث لقوة خارقة للطبيعة، وبدأوا يفسروا اللي بيحصل في منطقة المثلث كالتالي. ناس قالوا مثلث برمودا ده يا جماعة تحت منه مدينة أطلانتس العظيمة، ودي بقى لعنة أطلانتس على البشر الوحشين. وجي مجموعة تانية قالوا لأ، ده عرش إبليس موجود فوق منطقة برمودا وبيحرق أي حد يقرب من هناك. ومجموعة تالتة قالك لا ولا دي ولا دي، الموضوع باين زي الشمس، السبب في الموضوع ده هم الفضائيين، وبيخطفوا الناس اللي بيقربوا من منطقة برمودا وبياخدوهم يعذبوهم ويقصوا ضوافرهم. وجه رأي رابع قال إن السفن والطائرات اللي بتمر من المكان بتقع جوه ثقب زمني وبينقلهم لزمن تاني. وطبعا كل التفسيرات السابقة دي المجتمع العلمي رفضها تماما وتجنبها لأنها ببساطة خيال علمي. وبالنسبة للناس اللي بتنسب عرش إبليس للمكان، مفيش أي دليل في القرآن ولا في السنة الصحيحة عن الكلام ده. طيب بما إن التفسيرات دي ملهاش أساس من الصحة، يا ترى بقى إيه التفسيرات الحقيقية؟ ليه أي حاجة بتمر من المنطقة بتغرق وبتختفي؟ في الواقع بدأ مجموعة من الباحثين يعملوا دراسات حوالين لغز برمودا، وتوصلوا في النهاية لبعض التفسيرات المنطقية. وكانت أول خطوة في فهم اللغز بتكمن في هيدرات الميثين. الباحثين اكتشفوا كميات مهولة من هيدرات الميثين بتنبعث من قاع المحيط بتركيزات عالية جدا في المنطقة، وأثبتوا بالتجارب إن فقاعات الميثين دي تقدر تغرق سفينة بالكامل، لأن الغاز بيختلط مع الماء بنسبة كبيرة وبيخلي كثافة المية تقل ويكون ظاهرة اسمها المياه الرغوية، ودي ما بتقدرش تشيل الحمل بتاع السفن فبتغرق السفن بدون إنذار. ضيف على كده إن علماء من جامعة النرويج اكتشفوا حفرة في قاع برمودا ناتجة عن انفجار غاز الميثين، وقطرها كان حوالي 500 متر، وأكدوا إن انفجارات بالحجم ده ممكن تكون مهولة لدرجة إنها توصل لارتفاعات شاهقة في الجو وتأثر على حركة الطائرات.
أما بقى النقطة التانية اللي تخص تفسير اللغز بتكمن في العواصف الاستوائية، ودي عواصف قوية جدا بتحصل في المياه الاستوائية وموجودة بكثرة في منطقة برمودا، والعواصف دي حرفيا بتمرجح أي سفينة. ده غير أصلا إن في بعض الشكوك إن المنطقة فيها مجال مغناطيسي بيأثر على حركة البوصلة وعلى سلوك الأجهزة، ودي كلها أسباب كفيلة إنها تخلي منطقة برمودا منطقة صعبة جدا في الملاحة البحرية أو الجوية. لكن يا ترى هل الموضوع وقف لحد هنا؟ الباحث الأمريكي لورنس ديفيد كوش صاحب كتاب حل لغز مثلث برمودا لفت نظر المجتمع لنقطة مهمة جدا متعلقة بالمثلث، ألا وهي الإعلام. لورنس بدأ يطلع تناقضات في القصص المتداولة بين الناس، واكتشف إن الإعلام والمؤلفين حوروا في الموضوع بطريقة مبالغ فيها. يعني على سبيل المثال قصة متسابق اسمه دونالد كروهورست كان في سباق مائي واختفى فجأة هو واليخت بتاعه، وانتحر فيما بعد بسبب بعض المشاكل النفسية. الإعلام والمؤلفين ربطوا اختفاء رونالد بمثلث برمودا، مع إن كل الأدلة وقتها كانت بتقول إن رونالد مات منتحر وكان بعيد كل البعد عن منطقة برمودا، والسباق نفسه كان في مكان تاني خالص. ومن الحاجات الملفتة أكتر من كده هو إن سفينة كانت بتنقل بترول ضاعت في المحيط الهادي. المؤلفين برضو نسبوا ضياعها لمثلث برمودا، واللي هو أصلا موجود في المحيط الأطلنطي. والأغرب من كده إن لما كانت سفينة بتغرق في منطقة المثلث أو تختفي، كان الإعلام ومؤلفي القصص المحبوكة يقولوا إن السفينة اختفت أثناء ما البحر كان هادي ومفيش أي أمواج وجميل. وطالما السفينة غرقت في جو هادي زي ده يبقى فضائيين. ديفيد كوش بقى ومجموعة من الباحثين لما راجعوا تواريخ الأيام اللي غرقت فيها السفن دي مع خبراء الطقس وخفر السواحل، اكتشفوا حاجة غريبة. في الأيام دي الطقس كان قاسي جدا والمحيط كان في قمة الهياج، وده لوحده كفيل إنه يغرق السفن من غير فضائيين ولا عفاريت. لكن الإعلام هو اللي حور الموضوع وزيف الحقائق، وده على سبيل المثال اللي حصل مع قصة غرق السفينة SSVA فوج. المؤلفين حكوا عنها قصة خيال علمي وقالوا السفينة اختفت فجأة وبعدين ظهرت مرة تانية، وكل الأشخاص اللي عليها اختفوا تماما، مفيش أي أثر لأي جثة ما عدا القبطان، واللي كان موجود في الكابينة بتاعته ميت وقاعد على الكرسي ومسترخي وماسك في إيديه فنجان قهوة ودافي كمان. المنظمة البحرية بقى نفت الكلام ده تماما، وقدموا صور لحطام السفينة وصور لانتشال جثث مهولة من على متن السفينة، واللي انفجرت أصلا بسبب عطل في خزان الوقود، وما كانش ولا في قبطان ولا قهوة ولا أي حاجة من دي. كل ما في الموضوع إن الإعلام حب يحط التاتش بتاعه. خلينا بقى ننتقل لنقطة غريبة شوية. قوة خفر السواحل الأمريكية والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي قالوا إن حالات الاختفاء اللي بتحصل في مثلث برمودا زيها زي أي حوادث بتحصل في أي مكان تاني في المحيط. ووفقا للإحصائيات الرسمية عدد الطائرات والسفن اللي فقدوا في مثلث برمودا مساوي لعدد الطائرات والسفن اللي بيفقدوا في أغلب المسطحات المائية في العالم. طيب يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني الإعلام والكتب والأفلام هم اللي حولوا الموضوع جدا جدا وعشرة جدا كمان. وعشان أثبت لك إن الإعلام تعمد إنه يسلط الضوء على مثلث برمودا، خليني أقول لك حاجة جديدة على مسامعك. تعرف إن في أماكن تانية على وجه الأرض مرعبة أكتر من برمودا ومش كتير يعرفوا عنها؟ سمعت قبل كده عن بحر مانوؤومي أو كما يسميه البعض بحر الشيطان؟ دي يا سيدي منطقة في المحيط الهادي محاوطة لجزيرة مياكي اليابانية، وعلى بعد 100 كيلو من العاصمة طوكيو. لما صنفوا أكبر حوادث اختفاء حصلت في تاريخ البشرية طبقا للإحصائيات طلعوا 10 حوادث، 6 منهم حصلوا في بحر الشيطان. الطائرة الأمريكية C-97 كانت رايحة مطار طوكيو ومرت خلال المنطقة، وكان عليها 67 واحد من كبار رجال الجيش. ورغم ان الظروف الملاحية كانت مناسبة جدا للطيران، الا ان الطائرة اختفت، وكان بينها وبين طوكيو ساعتين بس. وفي عام 1987 السفينة الفلبينية كارلوتا كانت بتعدي فوق بحر الشيطان وفجأة ولعت بدون أي سبب، مع إنها ما كانتش بتحمل أي مواد قابلة للاشتعال. ولما حاول البحارة إنهم يطفوا الجزء الأمامي من السفينة، اكتشفوا إن النيران بدأت تشتعل في الجزء الخلفي كمان. ولما فقدوا الأمل في إنهم يطفوها واستسلموا لمصيرهم، تفاجئوا بإن النيران انطفأت بدون أي تدخل، ورجعت السفينة للفلبين بسلام وموجودة في الميناء حاليا. وموضوع اشتعالها لحد النهاردة مازال لغز غريب. ولما الحكومة اليابانية أرسلت 100 عالم ياباني على سفينة مجهزة علشان يعرفوا سر بحر الشيطان، السفينة راحت وما رجعتش. المكان ده الكوارث الطبيعية فيه والظروف المناخية اللي فيه أسوأ 100 مرة من مثلث برمودا، والحوادث اللي حصلت فيه قمة في الرعب. وبالرغم من ده أغلب الناس ما تسمعش عنه، وده بسبب إنه ما خدش حقه في الإعلام والروايات والأساطير وقصص ما قبل النوم زي مثلث برمودا. المسألة كلها مسألة ماركتينج، هتسوق للحاجة أكتر هتتشهر أكتر. وفي النهاية في مقولة بتقول المثلث هو منطقة عادية في المحيط بالإضافة إلى بعض الحظ السيء.
أسطورة برمودا أسطورة مصطنعة عن طريق الكتاب والمؤلفين، سواء كانوا يقصدوا ده أو ما يقصدوش، لأن معظمهم بيستخدموا أدلة خاطئة بغرض جلب الإثارة. الكتب والمقالات والأفلام مبدأهم إن كل ما الحوادث والتفاصيل بقت مثيرة أكتر، كل ما المبيعات هتزيد أكتر. تخيل إن أنا عملت الحلقة دي وحطيت على الصورة من بره شكل شيطان وقلت اكتشاف سر مثلث برمودا أخيرا، تفتكر هتجيب مشاهدات أكتر ولا لأ؟ المثلث مجرد منطقة ظروفها المناخية متقلبة، واللي بيحصل فيها منطقي بنسبة كبيرة. ولو رجعنا للقصة اللي كانت السبب الرئيسي في انتشار أسطورة المثلث، هنلاقي إن الطائرة اللي انفجرت في قصة الرحلة 19 ثبت بعد كده إن النوع ده من الطائرات اللي اسمها مارتن مارينر كان فيها عيوب في خزان الوقود، وده سبب منطقي جدا لانفجار الطيارة. واللي ناس كتير ما يعرفوهوش ان مثلث برمودا بتعدي منه عشرات السفن والطائرات يوميا من غير ما تحصل اي مشاكل، لان في ناس كتير متصورة ان محدش يعرف ايه شكل المكان من جوه. المثلث من جواه مسطح عادي جدا، ما فيهوش اي جزر، ما فيهوش اي حاجة، والسفن بتعدي منه راحة جاية كل يوم. كل ما في الامر ان لما بتحصل حادثة بتكون على غفلة. واخيرا، المثلث ما هو الا مكان الظروف المناخيه فيه متقلبه بتهدد حياه الاشخاص اللي بيعدوا منه. وبكده نبقى جاوبنا على سؤال ليه الحاجات بتختفي في مثلث برمودا. وكالعاده لو في سؤال بيجيلك في نص الليل ومحيرك، اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوبك عليه في الحلقات الجايه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول. واشوفكم الحلقه الجايه.